ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بخير. النهارده بقى فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم. قبل اي حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي وتحطوا اللايك. وتعالوا بقى نشوف الفيديو النهارده عن ايه. طبعا زي ما انتم شايفين كوبايه شاي بلبن كده سخنه مع وحدتين كحك كده بالسكر هيودوكي في حته تانية خالص. طبعا بقى احنا ايه داخلين في الشتاء خلاص يعتبر وايام مدارس. فالكحك ما بتعملش يعني في العيد بس، لا بيتعمل برضو في الاوقات دي، بيكون حلوة قوي مع الشاي مع الحاجات السخنة، بيكون طعمه حلو قوي. هنعمله بطريقة سهلة وجميلة وزي ما انتم شايفينه ناعم وجميل جدا. نقول بسم الله ونخش على المقادير. معايا هنا بقى المقادير بتاعتي كتيرة شوية لان انا هعمل كمية. معايا سمسم، معايا ململ، معايا السمنة، معايا الدقيق. المكونات دي ريحة الكحك، معايا المكونات بتاعت الكحك كله. عايزة بقى تعمليه بعجوة بالبنبل، باللي انت عايزاه، تعمليه سادة اعملي باللي انت عايزاه. بس انا هنا هعمل كمية. احنا هنا هنعمل 8 كيلو من الدقيق، فانا هقول لكم واحنا شغالين مقادير الكيلو. بس تعالوا نمشي واحده واحده كده في الفيديو، اقول لكم الخطوات وبعدين نشوف هنعمل ايه. هنا معايا قلب الزبدة ده حطيته كده على جنب. هنا جبت الحلة، حطينا 4 علب من العلبة الكيلو من اللي هي السمنة كريستال، حطيناهم 4 علب العلبة كيلو. وحطينا قالب زبدة فرن ده برضو كيلو. هتحطيهم على النار مع الازازة اللي احنا بنحطها دي. هتروحي عند العطار تقولي له عايزة ريحة السمنة البلدي، هيديك الازازة دي. وتسيبي السمنة تقدح كويس جدا، عايزينها تقدح كويس جدا. هنيجي هنا بقى في الطبق معايا المنبل. ماما حطت عليه 3 معالق من جوز الهند، وده اختياري، مع حتة زبدة كده كبيرة. وايه عشان ايه نفركهم في بعض. وكمان لسه دلوقتي هنحط كمان ايه ظرف من الفانيليا. حلو كده حلو كده. معايا هنا العجوة. ماما هتحط ايه سمسم، احنا بنحب السمسم جدا في الكحك، بنحبه جدا. هنا حطت 3 معالق كبار من السمسم مع برضو مكعب يعني او حتة كبيرة كده من الزبدة اللي احنا شلناها في الطبق زي ما شفتوا على جنب. وهنحط الفانيليا، هنحط هنا ظرف وهنا ظرف. طبعا الفانيليا هتديكي طعم وريحة حلوة قوي للملبن بتاعتك وللايه للعجوة. زي ما انتم شايفين قلت اوريكم كده السمنة وهي تقدح معايا. احنا مش هنعمل النهارده او الفيديو ده مش هنعمل الكحك سخن او هنعمله بالسمنه المقدوحه، لا. هنشوف دلوقتي مع بعض الطريقه جميله. هنا بقى كنت ماسكه العجوه، وعايزه اقول لكم عماله ادعك فيها ادعك فيها، وماما كمان كانت بتعمل الملبن. ماشي. طبعا عايزه اقول لكم اليوم كان مفكرنا بايام العيد قوي. بصوا بقى احنا بعد ما خلصنا احنا ناس، بص دماغنا جميله جدا، عملنا اشكال بالحاجه بتاعت الملبن والعجوه. بصوا زي ما شفتوا، يعني بعد ما انا وماما كورنا الملبن والعجوه، جبنا كده بقى الصينيه الكبيره زي ما انتم شايفين كده، صينيه بقى بسم الله ما شاء الله. وقعدنا بقى الرز. وعايزه اقول لكم احنا شلناها كذا مره، لا يا ماما الرصه دي مش. فضلنا بقى ايه نختار مع بعض زي ما شفتوا كده، وصلنا للنهايه. تعالوا بقى اقول لكم على مقادير الكيلو. احنا هنا طبعا هنحط كميه لان احنا عاملين 8 كيلو من الدقيق بسم الله ما شاء الله. فهنا هنحط هقول لكم مقادير الكيلو. الكيلو دقيق بيكون كيلو دقيق، بتحطي عليه نص سمنه اللي هو 3 كوبايات من السمنة. حلو كده. وهتحطي معلقتين من السكر مع معلقة من الخميرة، معلقة من ريحة الكحك. هتحطي كمان اللهم صل على النبي، للكيلو دقيق بياخد معلقتين من السمسم. بس احنا هنا بنحب السمسم قوي، يعني احنا ممكن في الكيلو دقيق ده لو فكرنا ان احنا نعمل كيلو يعني عشان زي ما قلت لكم بسم الله ما شاء الله احنا دايما بنعمل كمية. فلو فكرنا ان احنا نعمل كيلو دقيق ده هنحط ممكن 5 معالق من السمسم. احنا بنحب السمسم جدا في الدقيق. هنا بقى ايه نخلنا الدقيق كويس جدا. وماما هتبدأ تحط سكر. الكيلو دقيق زي ما قلت لكم هتحط عليه ايه 4 معلقتين من السمنة. معلقتين من السمنة ايه، معلقتين من السكر، معلش اتلخبطت. انا بس عشان كمية وبعرفكم مقادير الكيلو مقادير اللي احنا حطيناها. احنا بقى كان المفروض معانا 8 كيلو من الدقيق ياخدوا 16 معلقة من السكر، لان احنا عاملين 8 كيلو دقيق، الكيلو بياخد معلقتين. فاحنا قسمنا نصهم على الدقيق ونصهم مع الخميرة زي ما شفتوا، دوبناها بمية دافية وسيبناها بقى تختمر لغاية لما ايه نخلص الكلام بتاعنا ده كله. هنحط ريحة الكحك طبعا زي ما قلت لكم الكيلو بياخد معلقة. احنا هنا هنحط 9 لا 8 معالق ونص، لان هما يعني اللي كانوا يدوب على القد، يعني يدوب بص مسطرة كده على قد 8 كيلو. هنا هنحط سمسم. واحنا بقى هنا في السمسم ماما ما كانتش بتعد لان احنا حطينا، عشان احنا زي ما قلت لكم بنحب السمسم كتير في الكحك يعني. يبقى كده حطيت انا ايه الدقيق
وحطيت ريحة الكحك وحطيت السكر وحطيت السمسم، وهنحط ما ننساش اهم حاجة رشة الملح، وهتحطي ظرفين من الفانيليا او ظرف من الفانيليا على الكيلو، ده اختياري مش حابة خلاص، بس بيديكي ريحة حلوة قوي وجميلة. هتقلبي بقى الدقيق مع المكونات دي كلها مع بعضيها كده زي ما انتوا شايفين، ونصلي على النبي وما ننساش نحط اللايك، ماشي كده. ونبدأ نقلب ده كله. وكانت السمنة كده خلاص يعني كنا احنا اصلا عملنا السمنة والملبن والعجوة قبلها بيوم بالليل، فاهميني؟ عشان السمنة تبرد معاكي خالص تماما. زي ما انتوا شايفين السمنة ماما كنت بحطها لها هنا، السمنة باردة تماما تماما. بصوا يعني لو كانت سخنة كانت عملت فوران، كانت عملت حاجات كتير. احنا طبعا عملنا الكحك بالطريقة السمنة المقدوحة، لكن احنا هنا المرة دي مش هنعملها كده. وكمان مش هنعمل الكحك بالحليب. ليه؟ لان احنا اول حاجة عاملين كمية، تاني حاجة عايزين الكحك يقعد معانا يعني مدة أطول، فمش هتحطي حليب. لكن لو هتعملي كيلو ويتاكل على طول كده، هتعملي بالحليب الكيلو دقيقة ياخد معاكي كوباية وربع من الحليب، مش كتير يعني. لكن احنا عايزين الكحك معانا يقعد مدة أطول، فاهميني؟ فاحنا هنعجنه بالمية، مية كده فترة، تكون يعني دافية مش ساقعة ولا سخنة، لان سخنة غلط جدا على العجينة بتاعتك، هتموت معاك الخميرة. دي اول حاجة. تاني حاجة يا جماعة، احنا ما حطيناش بيكنج باودر، عايزة تحطي بيكنج باودر حطي، لكن احنا استكفينا بالخميرة بس. هتبدأي بقى تعجني، مش تعجني، احنا بنلم عجينة، الكحك مش بيتعجن فيه يا جماعة خالص، هي بتلمي العجينة وبتبسيها، بتفضلي تبسيها كويس جدا. طبعا انتوا كلكم عارفين الكحك بيتبس ازاي وكده يعني زي ما انتوا شايفين. ماما بقى عملت كمية، لان بقى انتوا ايه يعني عرفتوا معايا ان ماما تحب تعمل كميات من الحاجة، تفضل بقى تبعت لي قريبتها دي وقريبتها دي ومش عارف ايه وكده. فالمهم احنا بنحب نعمل كميات عشان كده يعني. حطيت هنا الخميرة بعد ما لمينا الدقيق بالسمنة، بس ما كانش فيها اي سوائل خالص، حطينا الخميرة. وتبدأي بقى تلمي العجينة بتاعتك زي ما قلت لكم، مش بتعجن، مش بتفضلي تطلعي غلك فيها والحاجات الايه التانية دي، لا، هي بتلميها بس كده. المهم عشان تكون ايه ناعمة وقوية وكلها حنية كده معاكي زي ما انتم شايفين حلوة قوي. تفضلي بقى تلميها. هنا بقى ايه ماما لمتها، لمت اللي هي يعني الدقيق اتشرب بالسوائل كلها بتاعت الخميرة. بصوا بقى هنا ال8 كيلو من الدقيق خدوا معانا، اللهم صل على النبي، 4 كوبايات ونص من المية، مج المية ده. يعني 8 كيلو خدوا 4 ونص، كنا احنا حاطين كمان كوبايتين في الخميرة، يعني خدوا 6 كوبايات ونص. يعني 8 كيلو خدوا 6 كوبايات ونص. زي ما قلتلك انتي لو هتعملي كيلو هتاخدي كوباية وربع، كوباية اللي هي المج اللي انا شغالة بيه ده، فاهميني؟ مش هياخد معاكي كتير ولا ميه ولا حليب. لو هتعملي بالحليب زي ما قلتلك برضو كوبايه او كوبايه وربع من الحليب. تفضلي بقى تلمي العجينه. انا هنا بقى ايه كنت هقفل الكاميرا عشان ماما يعني كانت تعبت خلاص، فايه وهروح الم بقى العجينه كلها، ونقعد نبست فيها، بستنا فيها حوالي نص ساعة لغاية لما ايدك دي بصي تتخدل كده لا والله، بس هي كان يوم حلو، يوم خفيف وكمان زي ما قلت لكم بقى ايه ريحة العيد كده تحسيها في البيت كده، وكان يوم حلو قوي. وعايزة اقول لكم حتى انا وماما اصلا خلصناهم كلهم، ما خدوش معانا وقت والله، على طول على طول عملناهم. وانا كمان كنت بعمل يعني بسويه في البيت. زي ما انتم شايفين بقى، بصوا العجينة ما بتقطعش، ما يعني ما فيهاش كده اسمها ايه ماما قالت لي، مش فاكرة، بس انتوا اكيد عارفين اهو بص بقى هنا، الخميرة ما بتشققش العجينة، مش بتشقق معاكي، يبقى هي كده مش عايزة سوائل خالص. لو انت عملتي الكرة دي دوستي عليها ولقيتي العجينة بتاعتك بتشقق، يبقى انت كده عايزة مية تاني او حليب تاني. هنا بقى هنعمل الاشكال بقى، ونفضل نفنن انا وماما، ونقعد نفنن للصبح بقى. بص بقى هنا كان معايا منقاش، ومعانا البصمات دي، بصوا البصمات دي، البصمة اللي هي الشكل ده، وبصمة اللي هي الشكل الأصغر، وده المنقاش عادي. انتوا عارفين بقى النقشات والحركات والحلويات دي كلها. بصوا بقى هنا ماما كانت هتنقش باين، بس عايزة اقول لكم ماما يعني ما شاء الله عليها نقشة جميلة جدا. هتبدأ بقى ان هي تنقش كده الكحكاية، وبعدين انا هروح
هقفل بقى الكاميرا في الوقت ده، وبعدين هبدأ ان انا هعمل بالبصامة والحاجات دي كلها، ونقعد انا وهي، هي تعمل في صينية وانا اعمل في صينية. بصوا دي النقشة التانية اللي هي عملتها. طبعا انتي بقى ممكن تعملي اي نقشة، مش بتعرفي تعملي بالمنقاش تعملي بالبصامة، دي سهلت جدا جدا اهو زي ما انتوا شايفين كده. بس عايزه اقول لكم المنقاش سهل قوي والله العظيم، انا برضو فضلت اعمل بيه، هو سهل مش صعب. انت بتنقشي كده الشكل اللي يعجبك. وماما هنا برضو عملت ورقه الشجره بقول لها ايه ده يا ماما؟ قالت لي ورقه الشجره. فتعالوا نشوف. ماما عملت ورقه شجره جميله قوي تسلم ايديها طبعا يعني. بس ساعتها قعدنا نهزر يعني وكده. اهو زي ما انتم شايفين كده، هتبدأ ان هي حطت العجوة في العجينة، وبعدين قفلتها كويس، وبعدين تعملي الايه ورقة الشجرة بتاعتك ترسميها كده ايه على العجينة بتاعتك بالمنقاش. بصوا كانت والله رسمة جميلة جدا، عايزة اقول لكم والله حلوة قوي. بصوا شكلها وسهلة قوي يعني. بص بقى هي بصراحة هتعمل الصينية دي عظمة، لكن الصينية اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي انا اللي عاملاها. بصوا قمر قمر قمر، انا بعمل حاجات قمر زي او بصوا كان جميلة قوي يعني. بالبصمة كده بقيت اكور واعمل بصمة واحط، اكور واعمل بصمة واحط كده. كنت مولعة بقى الفرن يسخن جدا، تخليه يسخن والشبكة تبقى فوق الصاجة على طول. وانا كنت بحط يعني على الصاجة بحط كده بتاع دقيقتين 3 لان الفرن سخن، وبعدين اطلع على الشبكة على طول. اول ما الاقي القاع بتاع الكحكاية او الكحكاية من تحت خدت لون، ببدأ ان انا اولع الشواية على الهداوة كده، وبعدين ايه اسيبه. بصوا بقى هنا ماما بتعمل ايه، كحك الجواهر. الجواهر ده طبعا بتاع الغلابة، الجواهر اللي ماما عاملاه ده بتاع الغلابة خالص بصوا دي الصينية اللي هي عملتها. كحك الجواهر ده بقى يا جماعة بيتعمل ازاي؟ يعني اكيد كلكم عارفينه. بتجيبي الكحك وبعد ما بتعمليه بتغطسيه في المكسرات، بتحطيه في المكسرات. يعني كيلو الدقيق بياخد معاكي حوالي ربع كيلو او نص كيلو من المكسرات، فاهميني؟ بس هنا ماما عملته بالسمسم عادي جدا. بصوا بقى الصواني طلعت، بصوا التسوية يا جماعة من تحت ومن فوق، سويته تسوية قمر والله تسلم ايدي. والله يعني انتي في التسوية تخلي بالك جدا عشان يطلع معاكي حلو. وهنا كمان ماما عملت كده ايه شوية من الفطير، عملتهم كده فطير كبار شوية، حاطين بقى في جواه ملبن وعجوة بقى. وهنا الكمية بتاعتي بعد ما خلصت القمر، بصوا بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، رمى معايا كمية كبيرة جدا، لان زي ما قلت لكم احنا عاملين كمية كبيرة 8 كيلو. بصوا الصواني، كان كمان في صينيتين في الفرن والله يا جماعة، كان في صينيتين في الفرن لسه. تعالوا بقى نشوف التسوية. بصوا كحكاية زغنطوطة كده وقمر، وحاجة لوز اللوز لوز اللوز كده والله. بصوا كمان الفطير ده كان بالعجوة، بصوا شكله عامل ازاي جميل جدا. طبعا ما تنسوش تخرموه بالشوكة يعني زي ما انتوا شايفين كده اهو. هنا كنا عملنا كمية كلها بسم الله ما شاء الله تبارك الله. وده كحك الجواهر بتاعنا يا جماعة، قولي رأيكم فيه برضو ها. وبعدين تعالوا بقى نشوف نقطم كده ونشوف من جوه ايه النعومية وايه الخفة والجمال ده كله، ايه الجمال ده كله والله. بصوا التسوية والله كانت حلوة قوي قوي اهو زي ما انتم شايفين. بصوا دي الصواني، وهنا بقى عملنا طبق بالسكر كده جنب الشاي، كان حاجة بقى قمر. بصوا كحك من جوه ده بالعجوة، بصوا الكحكاية دايبة دوب دايبة دوب جميلة جدا اهو كده زي ما انتم شايفين. العجوة جميلة جدا جدا، بالملبل برضو جميلة قوي. هنا ما بتقطم بتحسبها بالملبل، لقيتها بالعجوة برضو اهو. دي بالعجوة من الململ، معلش اتلخبطت يعني. وهنا بقى جبنا العلبة وبدأنا ان احنا ايه نرص بقى في العلب بتاعتنا. ترصي بقى زي ما انت عايزة ترصي، في علب، في طبق كبير، في اللي انت عايزاه كله اعمليه. تبدأي ترصيه كده، بس طبعا وانت بترصيه ما تحطيش عليه سكر، الافضل يعني وقت ما تاخدي من العلبة رشي السكر اللي انت عايزاه اهو. زي ما انتم شايفين كده حاجة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. يا رب بقى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم بقى ما تنسوش تحطوا لايك وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات، واستنوني في فيديو جديد، وباي باي.